القضية. إعداد وتقديم لانا السيد. مساء الخير ومنرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج القضية. برنامج القضية بكل يوم عم بناقش قضية جديدة بتهم المجتمع بالدرجة الأولى وبتخص القطاع السياحي بالدرجة الثانية. قضيتنا لليوم في الوقت الراهن هي القضية اللي عملها تمس جميع القطاع السياحي الصحي، وخصوصا السياحة العلاجية، لأن احنا بنعتبر أنه الأردن هو المركز الجاذب للسياحة. أزمة المستشفيات والحكومة الليبية هي قضيتنا لليوم. السياحة العلاجية هي اللي راح تاخذ الحيز الأكبر. ضيفنا بالاستوديو رئيس قسم الإدارة السياحية في جامعة الشرق الأوسط ومدير مركز يعقوب ناصر الدين لإحياء التراث الدكتور إبراهيم بضاضة. مرحب فيك دكتور. أهلا وسهلا بك وشكرا لك. بداية نحن بنحب لجميع الأشخاص يحبوا يتواصلوا معنا يحكونا على 473820 أو يتواصلوا معنا عبر الSMS زي 96098 أورنج 94014 وأمنية 94016. حيكون معنا ضيف تاني رح يكون خلال الحلقة اللي هو المدير التنفيذي لجمعية المستشفيات الخاصة السيد عبد الله الهنداوي. دكتور، كقارئ للوضع السياحي الحالي في الأردن، نحن بنعرف أنه الأردن هي تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في السياحة العلاجية. حابين نحكي نحن هلأ كيف عم نشوف الواقع السياحي العلاجي في الأردن؟ أولا اسمحي لي في هذا اليوم الربيعي الجميل أن أوجه رسالة شكر وتقدير واحترام لهذه الإذاعة العزيزة على قلوبنا، التي نعتبرها منبر سياحي مهم ليس على مستوى الأردن فحسب، وإنما على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها والوطن العربي. فهذه إذاعة تميزت بكل ما تحتمل الكلمة من معنى بإدارتها وبموظفيها وبالبرامج المتنوعة التي تطرحها. واليوم أنت بتطرحي موضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع السياحة العلاجية وواقع السياحة العلاجية في الأردن. السياحة العلاجية في الأردن هي متطورة جدا ومتقدمة وتنافس دول العالم، والبنك الدولي أشار إلى أن الأردن يحتل المرتبة الأولى بالنسبة لدول الشرق الأوسط والدول العربية والمركز الخامس دوليا. هذا التميز لم يأتي من فراغ، وإنما جاء نتيجة جهود كبيرة قام بها جلالة الملك أدامه الله وأطال في عمره في رعاية المواقع الصحية ورعاية القطاع الصحي في الأردن. وهذا التميز يعني بشهادة جميع دول العالم وبشهادة جميع المنظمات الدولية المهتمة بالقطاع الصحي أشارت إلى أن الأردن يتبوأ هذا المركز المهم. والسياحة العلاجية شقين، يعني إذا بدنا نتحدث عن السياحة العلاجية يجب الحديث عن سياحة علاجية طبية وسياحة علاجية استشفائية. فيما يتعلق بالسياحة العلاجية الطبية هي تقوم على مقومات منها توفر الأطباء والمستشفيات بالأردن. أما السياحة العلاجية الاستشفائية اللي هي السبا هي تقوم على الرمال الطبيعية، تقوم على طين البحر الميت، على الينابيع المعدنية والتي تنتشر من شمال الأردن وحتى جنوبه على طول حفرة الانهدام. هذه الينابيع المعدنية والاستشفائية تسهم في علاج عدد كبير من الأمراض، وأهم هذه الأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية المتعددة، حتى إن نوعيات المياه الموجودة في هذه الينابيع المعدنية قلما يوجد في مكان آخر مثل هذه النوعيات من المياه، سواء في منطقة وادي ابن حماد في الكرك أو منطقة معين أو الأملاح المعدنية التي تتوفر في مياه البحر الميت. هذا التميز اللي أهدانا يا الله عز وجل في الأردن يعني جعل الأردن مقصد سياحي لعدد كبير من الوفود السياحية القادمة من دول العالم للعلاج بالمقومات الموجودة في الأردن.
يعني احنا هلا عمالنا بنشهد بالاردن الحمد لله، يعني رغم اللي نحن عم نحكي هلا ازمه السياحه، اللي عمالنا نشوف انه بالسياحه العلاجيه عم نحتل مراتب مهمه في الوقت الحاضر. يعني يمكن صح هو في شويه اشكاليات بالسياحه العلاجيه، الا انه هي موجوده هلا، وان احنا بنقدر نحكي كمان خصوصا السياحه العلاجيه الطبيه غير الاستشفائية اللي نحن عمالنا نشوف دول ما عم تبعت مواطنيها إلا للأردن للعلاج فيه. نعم، هذا التميز جاءت نتيجة أن الأردن واحد أمن واستقرار. الحمد لله. توفر الأمن والاستقرار اللي موجود في الأردن جعل الأردن محطة وقبلة للسياح وللقادمين إلى الأردن للعلاج ولغايات أخرى منها الاستثمار، سواء في مجالات السياحة أو في المجالات المختلفة. هذا الواقع فرض علينا ضغوطات كبيرة، من حيث أنه عدد الغرف الفندقية التي تتوفر في الأردن قليلة. يعني كل الغرف الفندقية الموجودة في الأردن بتتحدثي عن 28 ألف غرفة فندقية. هذا الرقم لا يكفي لاستقطاب السياح، وبنفس الوقت الغرف الفندقية في شرم الشيخ لوحدها 66 ألف غرفة فندقية، يعني ما في مقارنة. فهذا بفرض علينا بالأردن التوسع في الاستثمارات. هذه الاستثمارات في مجال المستشفيات وفي المجال الطبي وفي مجال السياحة العلاجية، لأن الأردن اكتسب ميزة نسبية مهمة جدا، سواء الموقع الجغرافي للأردن الذي يتوسط بقية الدول العربية المجاورة، الشعور بالضيافة من المجتمع الأردني، لأنه إحنا مجتمع مضياف ومجتمع كريم ونرحب بضيوفنا. والنقطة الثالثة إنه الإقليم اللي موجود في الأردن هو إقليم يوجد به صراعات كبيرة، فبالتالي هذا بيخلق علينا إنه إحنا نكون واحد أمن واستقرار ونقطة لاستقطاب إخواننا العرب للعلاج في الأردن. فاللي حصل في الأزمة الأخيرة فيما يتعلق بعدم كفاية المستشفيات بالأردن لاستقطاب الليبيين أو السوريين أو غيرهم، هذا شيء طبيعي، لأنه الأردن عليه إقبال كبير جدا، وهذا بيفرض علينا أنه لازم نتوسع في مجال السياحة الطبية. صحيح. فلذلك يجب أن تقوم هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة تنشيط السياحة بجهد مضاعف، بحيث يستقطبوا استثمارات جيدة لبناء مستشفيات جديدة، لتأهيل كوادر طبية أردنية. والكوادر الطبية الأردنية يعني حقيقة هي متميزة بكل المقاييس، مش إحنا اللي بنحكي عنها، لا، العرب الزائرين إلى الأردن أو المؤسسات الدولية المتعددة والمختلفة تشير إلى أن الكوادر الطبية الأردنية هي عملاقة بكل ما تحتمل الكلمة من معنى. فعلا. حتى إنه دول الخليج المستشفيات الموجودة فيها يعني تفضل الطبيب الأردني وتفضل العامل في القطاع السياحي الصحي الأردني عن بقية الأيدي العاملة الأخرى. هذا التميز ما جاء من فراغ، لأن الأردن يعني اهتم بصورة كبيرة جدا منذ بداية تأسيس إمارة شرق الأردن ولغاية الآن اهتم بالقطاع التعليمي والقطاع الصحي، ولعل ال10 سنوات الماضية يعني ساهمت بصورة كبيرة جدا من خلال اهتمام جلالة الملك عبد الله بقطاع الصحة والتعليم، انه يكون القطاع الصحي والقطاع التعليمي بؤرة صحيح مركزية في تميز الأردن على المستوى الدولي. يعني جميل انه احنا عمالنا نتباهى دايما بالعاملين في القطاع الصحي في الاردن، ان كانوا اطباء او ممرضين او يعني نحن يعني هدول الاشخاص بنفخر فيهم. ليه؟ لانهم هن عمالهم يوجهوا الصوره المشرقه عنا. بس نحن عمالنا نحكي عن قله الاستثمار دكتور. يعني للاسف عمالنا نشوف احنا لا الغرف الفندقيه ولا حتى الاسره هي تكفي، ونحن عم نطالب بزياده وتطور في القطاع السياحي الأردني. كيف نحن ممكن نشجع للاستثمار داخل الأردن؟ أولا توفر الأمن والاستقرار هو عصب حياة الاستثمار السياحي. ما في استثمار سياحي بدون الأمن والاستقرار. إذا توفر الأمن والاستقرار ستشاهدين خلال الفترة المقبلة أعداد كبيرة من الغرف الفندقية ستقام في الأردن. صحيح. كل الفنادق الموجودة على الساحل الشرقي للبحر الميت هي فنادق علاجية طبية، لأنها قائمة على العلاج الطبيعي، ويؤم هذه الفنادق أعداد كبيرة جدا من السياح، ليس على المستوى الإقليمي أو العربي، وإنما على المستوى الدولي. يعني بيجينا من روسيا، من ألمانيا، من إيطاليا أعداد كبيرة من السياح للاستشفاء بمياه البحر الميت. خاصة أنه مياه البحر الميت
هي مياه تحتوي على عدد كبير جدا من المعادن، وهذه المعادن تسهم بصورة كبيرة جدا في علاج عدد كبير جدا من الأمراض. حتى المنتجات العلاجية التي تصنع من مياه البحر الميت تدخل الأسواق العالمية في أمريكا وفي أوروبا وتباع بأسعار جيدة، وتجد أنها منافسة لمعظم العلاجات التي تتعلق بالروماتيزم والأمراض الجلدية. هذا كله، هذا التميز كله بفرض علينا أنه يكون في عندنا استثمارات. لكن يعني أنت تصوري إذا ما في أمن واستقرار، أنا كمستثمر ما بروح على دولة ما فيها أمن واستقرار. طبيعي. فتوفر الأمن والاستقرار في الأردن هذا سيسهم إن شاء الله خلال الفترات القادمة أنه يتوفر عندنا منتجعات علاجية متطورة وكوادر طبية متطورة. لكن من الجانب الآخر بفرض علينا أيضا التوسع في التعليم السياحي والصحي، السياحي والصحي، لأنه الموجود حاليا في الجامعات هو عدد قليل جدا. الموجودين بدرسوا في الجامعات سواء في مجال الطب أو في مجال التمريض أو في مجال السياحة. لذلك يجب توسيع الاستثمارات في مجال التعليم الصحي والتعليم السياحي حتى نواكب التطور المقبل، لأنه ما هو مرصود خلال ال5 سنوات القادمة أنه سيكون عندنا 45,000 غرفة فندقية. الآن كل غرفة فندقية يقابلها 1.2 من الأيدي العاملة، مما يعني على الأقل بدنا تقريبا 40,000 فرصة عمل للعمل داخل هذه الفنادق. 40 فرصة عمل بدهم أشخاص متخصصين. نعم 100%. وغير ذلك يعني الآن يجب أن يكون توجهنا نحو طريق المطار والمناطق المجاورة بالمطار، أنه يكون عندنا منتجعات طبية على شكل جامعات. لا مانع أنه يكون عندنا جامعات طبية، هذه الجامعات الطبية يتوفر فيها مستشفى. هذا المستشفى سيكون تدريبي تطبيقي إلى جانب كلية طب وكلية سياحة مع بعضها البعض. يعني بمعنى أنه إدارة مستشفيات وإدارة سياحية فندقية وقطاع طبي بيكملوا كلهم بعضهم، بحيث أنه نقدم منتج سياحي علاجي للسائح بشكل متطور ومتقدم. ولا ننسى المؤتمر اللي صار في البحر الميت من فترة بسيطة. دكتور اسمح لي قبل ما نكمل حوارنا ناخذ هذا الاتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا ستي أنا يعني شدني موضوعكم بالسياحة والاهتمام بالسياح والهذا. تفضل عرفنا عنك. عامر جبل اسمي أنا. أهلا وسهلا. لكن وين الاهتمام بالمواطن الأردني؟ وين دور المواطن الأردني؟ وين كفاءات المواطن الأردني؟ ليش دائما عم نستقطب الاستثمار الخارجي والسياحة الخارجية والمعونات الخارجية والأمور الخارجية؟ طب وين الكفاءات اللي عندنا احنا؟ ليش بنتركها تطلع برا؟ ليش لما بيكون عندنا قضية فساد بتكون واضحة ما بتاخذها الدولة وبتحملها على محمل الجد؟ كويس؟ يعني هذه تساؤلات يعني مش فاهم انا كيف الدولة بتغفل عنها. يعني كيف عفوا يعني نحن بنطلع على الامور بجانب المشرق. نحن ما بدنا نحكي. انا بطلع على الجانب المشرق. انا بقول لك الكفاءات الاردنيه مين اهم؟ اني اجيب خبير سياحي من برا او خبير من البحر الميت بالعلاجات الطبيعيه، ولا عندي انا كفاءات عم تترك الاردن تطلع برا؟ صح. نحن المواطن ولا السايح؟ طبعا المواطن اللي بيجيب السايح. كفاءة المواطن وقدرة المواطن وراحة المواطن وحياة المواطن هي اللي بتجيب السايح. الأخ قبل شوي بتكلم عن الأمن والأمان. أي أمن وأمان في ظل الفساد اللي احنا عايشين فيه؟ يعني أنا قبل فترة أطلقت رسالة من أحد الإذاعات الأردنية لجلالة الملك. قلت يا جلالة الملك يا مولانا رؤياك وتطلعاتك تصل المواطن صواب عن طريق الحكومات المتعاقبة والحكومة الموجودة، أما خطاباتك ليس لها وجود على أرض الواقع. أما بكل أسف القضاء ليس نزيه. طب وين ردة الفعل لهذا الأمر؟ وين موقف جلالة الملك في هذه الحقوق الواقع؟ عامر نحن بنشكرك على مداخلتك ورح نحكي عنها أكثر. يعني نحن مكملين في برنامج القضية دكتور إبراهيم، وإحنا بنذكر أي تواصل أو أي حابين يحكوا معنا على 4738820 زين 96098 أورنج 94014 وأمنية 94016. دكتور ناخذ الفاصل وراجعين. من
جديد نحن على الهواء مباشرة في برنامج القضية 47328. هو تليفوننا. قضيتنا لليوم السياحة العلاجية وتحديدا الأزمة ما بين المستشفيات الأردنية والحكومة الليبية. دكتور إبراهيم، يمكن قبل شوي كان عم بحكي لنا عامر انه قديه بدل ما احنا عم نطلع على السياح من برا، نحن هون في ناس هن بحاجة لتوظيف، في ناس بحاجة لتشغيل، في ناس هن بحاجة يمكن هو في بعض الأوجه هو كان فيها شوي مظلمة بالنسبة له مش مشرقة. نعم. فيما يتعلق بالأخ المواطن الأستاذ عامر جبر ومداخلته، أنا أناشد هذا المواطن الجميل، المواطن الأردني الغيور على مصلحة البلاد، يعني أناشده أن لا نجلد أنفسنا أكثر من الحد اللازم. يعني هو الفساد موجود في كل دول العالم، ما في داعي انه احنا نكبر في الامور ونكثر الامور ونبالغ في تضخيم الفساد. هو الفساد موجود في كل دول العالم، لكن انه احنا نجلد انفسنا اكثر من اللازم، هذا الشيء راح يسيء لنا، بحيث انه يهرب المستثمرين ويهرب الاستثمارات. هذا جانب. أما الجانب الثاني، يعني الآن خارطة الاستثمار السياحي في الأردن يعني عم تتراجع شوي. ليه؟ لأنه إحنا بنجلد أنفسنا وبنحكي عن أنفسنا إنه إحنا فاسدين وخلينا كل شيء فساد، والحراك يعني زادت مطالبه وزاد الإشي بشكل مبالغ، فبالتالي هذا الشيء راح يسيء لنا. يعني إحنا الآن بأمس الحاجة لهذه الاستثمارات، وعندنا الآن يعني أيدي عاملة بتشتغل في القطاع السياحي ما يقارب 250 ألف مواطن يعتمد على القطاع السياحي بصورة مباشرة. هذا الأمر سيؤدي إلى هروب المستثمرين، صحيح. فبالتالي إلى تدمير السياحة وخسارة 2 مليار ونص سنويا بتجينا من القطاع السياحي، أي بنسبة 14.7%. فلذلك أخي عامر، يعني أنا أناشدك بالله أن لا نجلد أنفسنا أكثر باللازم، وأن نحافظ على قطاعين مهمين، ألا وهو قطاع التعليم في الأردن وقطاع الصحة بالأردن. هذول القطاعين هم عصب الحياة للاقتصاد الأردني، وهما عصب الحياة في رزقة المواطن الأردني. يعني صح إنه يعني موجود فساد، بس مش بهالصورة اللي أنت يعني بتحكي عنها، ومش بهالصورة اللي بتروجها بعض وسائل الإعلام المغرضة للأردن. يعني لو بيسمعنا واحد مثلا في دول الخليج العربي أو مستثمر أجنبي بنحكي عن بلدنا بهالصورة هذه، هذا الشيء راح يسيء لنا ويسيء لاستثماراتنا. أكيد. يعني جلالة سيدنا بجوب كل دول العالم في الوقت الراهن محاولا جلب الاستثمارات إلى الأردن. هذه الاستثمارات لما تيجي للأردن وتشوف الواقع إنه الأردني كيف بيحكي عن نفسه وكيف بيحكي عن دولته وكيف بيحكي عن الناس الموجودين وعن الفساد، هذا الإشي راح يخليه يهرب. يا أخي صح موجود فيه فساد، بس ما نكبره، ما نخليه يأخذ أكثر من وزنه، ما نحسس الناس إنه هذا الفساد عندنا وحش. لا، هو موجود لكن بشكل قليل، ويحارب الآن. ولازم نعطي فرصة لحكومتنا ونعطي فرصة إلنا إنه إحنا نصلح أنفسنا، وبالتالي نتخطى هذه الإشكاليات. صحيح. يعني نحن لما ما نهوش الفكرة المشاكل اللي عم بتصير نحن نقطرها. يعني احنا يمكن عمالنا بنشوف هلا بالوقت الحاضر، يعني احنا لما عمالنا نسمع بالتلفزيونات وبوسائل اعلام عربية واجنبية للأسف انه عم بيحكوا انه القطاع الصحي في الأردن دوبل الفواتير على الليبيين. طب هاي إساءة لنا، يعني بداية إساءة لنا صحيا، إساءة لنا مهنيا، وبنفس الوقت لمصداقية لأن احنا ما سوينا هيك. بتيجي على الحقيقة بتلاقي هي فواتير حقيقية، فواتير موجودة. تراكم الفواتير هي اللي كبرت فاتورة يعني المشكلة المستشفيات الخاصة، مش لأنه هن يعني سووا. بس للأسف لما وسيلة إعلام واحدة محلية الدين شخص موجود بقصص غير واقعية، نفس الشيء مباشرة راح هاي تحول وتكبر المشكلة. هيك نحن خسرنا، نقدر نحكي سوق صحي موجود في الأردن. عندما اجتمع وزراء الصحة العرب في عام 2011 واختاروا عمان عاصمة السياحة العلاجية لعام 2012 ما أجى من فراغ. اعتمدوا على معايير متعددة، من أهم هذه المعايير مصداقية المستشفيات الأردنية، واعتمدوا أيضا على معيار الأمن والاستقرار، واعتمدوا على عوامل متعددة ومختلفة. الآن مستشفياتنا في الأردن
الخدمة العلاجية فيها أقل من الخدمات العلاجية الموجودة في الدول المجاورة وفي الدول المتقدمة. إحنا بنقدم خدمة علاجية فندقية مهمة ومتطورة وذات جودة عالية ينافسها الخدمات العلاجية اللي موجودة في أوروبا وأمريكا، وإحنا أفضل خدماتنا العلاجية التي تقدم وبسعر أقل. فبالتالي يعني لا يجوز انه احنا نجدد انفسنا. المستشفيات الخاصة الموجودة في الأردن مش موجودة في دول أخرى. صحيح. التجهيزات الطبية الموجودة في الأردن مش موجودة في دول أخرى. الآن في مؤتمرات عم بتصير في الجامعات زي الهاشمية والعلوم والتكنولوجيا بيشبكوا فيديو كونفرنس بحيث انهم تكون هذه بين مستشفيات عملاقة على المستوى العالمي والدولي. فقطاعنا الطبي بخير ومستشفياتنا الخاصة تقدم خدمة راقية جدا. لكن ما حصل خلال الفترة الماضية انه زادت اعداد السياح القادمين للأردن بغايات العلاج، وخاصة السياح من اخواننا في ليبيا. الان هذا الزيادة واكبوا يعني بعض الاشكاليات التي تحدث في اي مكان، لكن هذه الاشكاليات انه احنا ناخذها ونكبرها ونصير نحكي فيها بشكل غير لائق، هذا الشيء لا يجوز حقيقة. هذا جانب. اما الجانب الثاني يعني الان لو بتروح بتشوف الليبيين الموجودين في الأردن ولو سألتيهم عن الخدمات العلاجية التي يحصلون عليها من المستشفيات راح تتفاجأ انه خدمات متطورة جدا وكثير مبسوطين ويتحدثون بلغة جميلة جدا عن الأردن، وبنفس الوقت يروا ان الأردن هي دولة شقيقة وشعب مضياف وشعب كريم وما في عنا أي نوع من أنواع سواء الاحتيال أو التزوير أو ما إلى غير ذلك. يعني لكن لما يجيني أنا مثلا على هذا المستشفى سين أو مستشفى صاد 1000 مواطن من ليبيا لغايات العلاج، طبعا ال1000 مواطن هذول أنا بدي أقدم لهم خدمة ذات جودة عالية مقابل مبلغ مالي. هلا المبلغ المالي اللي أنا بدي أخذه هل بدي أخذه من الحكومة الليبية؟ هل بدي أخذه من المؤسسات الدولية المهتمة في المجال الصحي؟ هل بدي أخذه من المواطن الليبي نفسه؟ هذا يعني ما خلق الإشكالية. صحيح. إنه إحنا تعاملنا بصورة مباشرة مع وزارة الصحة في ليبيا. الآن المواطن الليبي بيكون جاي مثلا يشكو من مرض معين، لما يصل الأردن يبدأ بمثلا العلاج من أمراض أخرى غير المرض اللي أجا يتعالج عشانه. هون ممكن ظهرت إشكالية، لكن هذه الإشكالية انحلت والأمور مشيت من أرقى ما يكون ومن أفضل ما يكون. لذلك يعني منتجنا العلاجي متطور، لكن إحنا بحاجة ماسة جدا لمستشفيات بالأردن، وبحاجة إلى غرف فندقية، وبحاجة إلى مستشفيات بجانبها غرف فندقية يبنى. يعني يكون عندنا مستشفى متكامل بجانبه فندق. صحيح. مباشر مرتبط مع هذا المستشفى، لأنه اللي بيجي لغايات العلاج وعادة السياحة العلاجية تختلف عن الأنماط السياحية الأخرى. بإيش بتختلف إنه بيجي المريض وبيجي معاه مرافق، فبالتالي هذا المرافق اللي بيجي معاه بكون أنا عندي 2 أو 3 لغايات السياحة العلاجية، عكس مثلا أنواع السياحة الأخرى بيجي المواطن السائح لوحده. لا، احنا الآن بنتعامل مع سياحة بتتكون من مريض ومرافقيه، فبالتالي احنا بحاجة لمنشآت فندقية إلى جانب المستشفى. غير هيك يمكن الزائر لأي نوع من السياحة وبعد 3 أيام بس، اللي جاي يعني سياحة علاجية هو مضطر يقعد أسبوع وأسبوعين و3 أسابيع. فهذا بالتالي نحن بنقدر فعلا أنه نحن نتعامل مع جانبين منه، سياحة علاجية وأيضا سياحة بتخدم القطاع السياحي اللي موجود. نعم. دكتور إذا بتسمحنا ناخذ هذا الاتصال. هلو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يسعد مساك يا ربي. اهلا استاذ. والله بحييك وبحيي ضيفك الكريم وبحيي الاخ حمزه الكلالي وكل اسره الاذاعه. اشكرك. معك محمد الرحال شتني. اهلا وسهلا استاذي. والله بالنسبه للموضوع اللي عندنا العلاجات في الاردن بدي احكي يعني كلمه حق. والله العظيم والله العظيم والله العظيم، نظرا للتطور اللي موجود في الاردن من ناحيه الطب ومن ناحيه تقدم الصحه اللي عندنا والاعتناء بالمريض، انها يعني فاقت معظم يعني البلاد المتحضره بقولوا عنا بلادنا. والله العظيم يأتون حتى إذا تذكري الرئيس السوداني سوار الذهب لما جاء يتعالج في مدينة طبية، في عندنا خدمات وفي عندنا تقديم ورعاية كاملة للمريض. شايفة؟ وإحنا أرخص الدول، مش أرخص الدول يعني تسعير، لأن يعني شيء رمزي بالنسبة للدول الباقية. والله لو راحوا على الدول الأجنبية كانت طاقين وأكثر، مرة ومرتين أضعاف و3، وما في اعتناء زي ما في اعتناء في الأردن. لكن بدي أقول بالنسبة للحكومة، والله الحكومة في مستشفياتنا إنها بتساهم في معظم التكاليف العلاجات، ولكن الفرد لا يشعر، المواطن لا يشعر أن هناك الحكومة بتكفل بأشياء كثيرة. يعني لما يدفع شيء رمزا من العلاج
والعلاج قديش الدنانير كثير، انما يدفع شيء هو شيء بسيط لا يشعر. لما يقولوا عندنا اغلى شيء، والله عندنا يعني ارخص التكاليف موجوده، واللي مش مصدق يروح يسافر برا ويجي عندنا ويشوف. حتى زعماء العرب ما بيطلعوا الا برا. شكرا لك سيدي محمد. والله يسلمك، بحيي كل المهتمين بالطب عندنا في الاردن، وشكرا جزيلا. شكرا لك. الله يحفظك. من جديد بنرحب فيكم في برنامج القضية. قضيتنا لليوم هي القطاع السياحي العلاجي، وتحديدا الأزمة الليبية بالمستشفيات الخاصة. 473820 هو تليفوننا للتواصل عبر الSMS زي 96098 أورنج 94014 وأمني 94016. دكتور إبراهيم بنرحب فيك مجددا. قبل الفاصل كنا عمالنا نحكي عن وجود فندق ومستشفى بجانب بعض، يعني نحن لساتنا عم ندور على الاستثمار السياحي وضرورة وجود استثمار سياحي علاجي بالأردن. نعم، احنا بالبداية يعني حكينا عن القطاع التعليمي والقطاع الصحي، هذول قطاعين متميزات بالأردن. ويعتبر الأردن يعني متميز على المستوى العالمي والدولي في مجال التعليم وفي مجال الصحة، لذلك يجب أن يكون هناك جامعات طبية تقوم على أساس مستشفى زائد جامعة تدرس الطب. هذه نقطة. النقطة الثانية انه هذا الجامعة الطبية يكون فيها تخصص إدارة مستشفيات، يكون فيها تخصص تمريض، تخصص طب، تخصص ايضا إدارة فنادق، بحيث انه كله يكمل بعضه ويكون التطبيق للطلبة مباشرة داخل المستشفى. صحيح. هذا النوع سيميز الأردن أكثر وأكثر، وبنفس الوقت هذا التوسع في هذا النوع من الاستثمار سيؤدي إلى جلب عملات صعبة مهمة إلى الأردن ودعم خزينة الدولة. لكن يجب الانتباه زي ما حكينا من شوي انه هذول القطاعين نحافظ عليهم، نحافظ على سمعة المعلم في الأردن، سمعة أستاذ الجامعة في الأردن، ما نهول أمور العنف الجامعي بالشكل اللي بنشوفه الآن والأيام هاي من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة، ما نهول مشاكل الطب في الأردن وخاصة بعض الأخطاء الطبية اللي بنعمل منها قصة كبيرة جدا في الوقت اللي هذا بيحدث في كل دول العالم. هذا جانب. الجانب الثاني لازم نستفيد من المنحة اللي أعطانا إياها الله عز وجل بالينابيع صحيح. المعدنية الموجودة في الأردن، يعني حمامات معين، وادي ابن حماد، حمامات عفرة وبربيطة، الشونة الشمالية، وهناك ينابيع أخرى كثيرة غير اللي ذكرناها واللي معروفة على الخارطة السياحية. هناك ينابيع كثيرة صحيح. الرومان استخدموها أثناء وجودهم في الأردن. لما كان في حضارة رومانية وكان الرومان موجودين في الأردن بنوا منتجعات استشفائية موجودة بجانب هذه الينابيع، والدليل على ذلك المخلفات الأثرية والبقايا الأثرية الموجودة بجانب حمامات عفرة وبربيطة ووادي ابن حماد ومعين وغيرها من المناطق الينابيع الموجودة في الأردن أو البحر الميت. لذلك يجب أن يكون هناك تركيز واضح أنه إحنا نقيم منتجعات علاجية متطورة تقوم على الينابيع المعدنية والاستفادة من هذه المياه. يعني أشارت العديد من التقارير الدولية على المستوى الدولي والعالمي، وبالذات تقارير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، أنه حمامات وادي ابن حماد هي أفضل أنواع المياه المعدنية الموجودة في العالم لعلاج الكثير من الأمراض الجلدية. أثبتت الدراسات أنه نسبة ثاني أكسيد الكربون هي أقل في البحر الميت ونسبة الأكسجين عالية، فبالتالي الأشعة الفوق بنفسجية لا تسبب سرطانات الجلد في البحر الميت. يعني بمعنى أنه يمكن التعرض لأشعة الشمس دون إحداث أي تأثيرات سلبية على جلد الإنسان وعدم الإصابة بالسرطانات الجلدية المختلفة، لأنه الأشعة الفوق بنفسجية قليلة الواصل إلى المنطقة ونسبة الأكسجين عالية. هذا كله سيؤثر في منتجنا العلاجي ويجب الاهتمام فيه كما اهتم به الرومان والحضارات السالفة السابقة التي تواجدت بجانب المواقع الأثرية والتراثية التي تقوم على المناطق المعدنية والينابيع المختلفة. يعني جميل، يعني نحن هون منصب أنه نحن بدنا استثمار فبدنا إعلام.
يعني إعلام، بدنا توعية مجتمعية للنظر أن نحكي عن الأمور بدل ما نحن نحكي أنه الصورة السلبية عن حمامات عفرة، أو نيجي نحكي عن غلاء الأسعار بمعين، أو بدل ما نحكي نحن عن البحر الميت فيه مشاكل 1 2 3، نحكي الأشياء الإيجابية اللي موجودة في هاي المناطق، نحكي على الأقل نسوقها عالميا. نعم، حتى يحدث هذا التسويق والاستثمار يجب أن يتوفر الأمن والاستقرار. عشان يجي المستثمر نقول له تعال استثمر في البحر الميت، اعمل فندق 2 أو 3 نجوم. صحيح. هذه تناسب الأسرة الأردنية. حتى يروح المستثمر يعمل منتجع علاجي بجانب حمامات معين، أو بجانب عفرة وبربيطة أو وادي بن حماد. هناك مناطق ينابيع معدنية كثيرة في الأردن يعني تتوفر في منطقة حفرة الانهدام على طول وادي الأردن، ممكن استثمارها للنواحي العلاجية، فبالتالي ممكن تقليل الأسعار. لكن ما يتعلق بوجود هذه الينابيع المعدنية واستفادة المواطن الأردني، يعني ممكن أنا أخذ عائلتي وما أروح على حمامات معين اللي فيها الخدمات السياحية على ينابيع أخرى، لأنه هناك ينابيع موسى على طول منطقة حفرة الانهدام. في عندك 12 نبع لعين موسى، هذول ال 12 نبع كلهم علاجية من أيام سيدنا موسى عندما ضرب بعصاه الصخر وشقت الينابيع، وهذه الينابيع لغاية الآن موجودة. فما هو موجود على الخارطة السياحية وما هو موجود في وسائل الإعلام هو القليل. هناك مناطق كثيرة في الأردن لم تستكشف بعد، هناك صحيح. مناطق كثيرة في الأردن لم توضع على الخارطة السياحية، لم توضع لغاية هذه اللحظة. فبالتالي نحن بأمس الحاجة لاستثمارات تقوم على تطوير هذه المناطق. الدولة تقوم بعمل البنية التحتية، مياه، كهرباء، شوارع، ما إلى غير ذلك، ويأتي المستثمر ويعمل ويقوم بإنشاء البنية الفوقية التي تتمثل بالخدمات السياحية المختلفة. ويجب علينا حقيقة تنويع الاستثمارات بما يتناسب مع دخل المواطن الأردني. صحيح. يعني الآن الموجود على الساحل الشرقي للبحر الميت فنادق 5 نجوم، المواطن الأردني لا يستطيع استغلال هذه الفنادق ال5 نجوم بسبب قلة دخل المواطن الأردني وكبر عدد الأسرة. يعني عدد الأسرة في الأردن كمتوسط هو 6 أفراد. فبالتالي هذا سيشكل عائق أمام الأب، أمام رب الأسرة، أنه يأخذ أطفاله إلى منطقة البحر الميت ويستفيدوا من الفنادق الموجودة. احنا ممكن الآن يكون هناك توسع بالاستثمارات في فنادق 2 3 نجوم تقدم خدمات متطورة، خدمات راقية بأسعار تتناسب ومستويات الدخل المختلفة والمتنوعة الموجودة في الأردن. المفترض نعم نحن يعني بنبحث عن استثمارات متنوعة. يعني احنا بنفضل يكون في عنا 5 و6 نجوم، بس كمان احنا لازم نكون حريصين انه احنا عنا الدخل القومي هو شوي يعني ما بتناسب مع الجميع. بنفس الوقت نحن بنطالب كمان بإعلام مسؤول يسلط الضوء على أشياء إيجابية، لحتى نحن الحمد لله عايشين في نعمة أمان. ليه منضلنا نرجع ونلف ومنحكي الأشياء السلبية عنا اللي هي بتوصل للأسف بصورة مشوهة عن الأردن في الغرب؟ يعني للأسف احنا بنيتنا التحتية، موقع الأردن الجغرافي، المقومات الحضارية البشرية الطبيعية، الكوادر، الموارد البشرية الموجودة في الأردن هي كثير متطورة، كثير راقية، وهناك اهتمام كبير جدا من الدولة من يوم ما تأسس الأردن وهو يقوم على المورد البشري. تحدث جلالة المغفور له الملك الحسين عندما قال إنه إحنا موردنا في الأردن واللي بنفتخر فيه بالأردن ومنصدره للعالم هو المورد البشري. هذا المورد البشري، هذا الإنسان الأردني هو من نعتمد عليه في الأردن، هو من نعتمد عليه في بناء الأردن الحديث. فإحنا الموارد البشرية الموجودة عندنا في الأردن يعني حقيقة نباهي فيها دول العالم ككل. صحيح. أما فيما يتعلق بالاستثمار يجب أن يكون هناك أمن واستقرار حتى يجي المستثمر. ما بيجي المستثمر على وجود تظاهرات وحراك وإشكاليات لأنه بخاف على فلوسه. يعني صحيح. أنا الآن بدي أروح أسوي سياحة، ما راح أروح على أفغانستان، ما بروح على سوريا، ما بروح على العراق، بضني خايف إني أروح على هذه الدول خوفا على حياتي وخوفا على مالي باستثماراتي. طبيعي. أنا أتجه نحو الدول اللي فيها أمن واستقرار وفيها تشريع مستقر، ما في تقلب بالقوانين الاستثمار وقوانين الضريبة وما إلى غير ذلك. اللي هي الدول الثابتة. يعني الدول الثابتة، لأنه أنا كمستثمر بخاف إني أروح على دولة فيها ضرائب وتشريعات متغيرة ومتجددة. صحيح. أنا بدي إشي ثابت حتى إني أنا أضع فلوسي أو أضع حياتي كسائح وأروح لهذه المنطقة. وبنفس الوقت يعني إحنا بالأردن يعني الحمد لله رب العالمين بوجود قيادة حكيمة استطعنا حقيقة إجراء إصلاحات كبيرة جدا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذا الإصلاح الآن ينقصه
الاستثمار ودعوة المستثمرين للاستثمار بالأردن. بنهاية المطاف يعني الإصلاح السياسي اللي صار، أنا يمكن كمواطن ما بهمني كثير، أنا بهمني إني أنا أكون مرتاح معيشتي، إني ألاقي خبز لأولادي أطعميهم، إني ألاقي مسكن ملائم، إني ألاقي حياة فيها رفاهية. أما إصلاح سياسي ما إلى غير ذلك، أنا بهمني الاقتصاد يتطور. وهذا حكى عنه جلالة سيدنا لما اجتمع مع الطفايلة في الديوان الملكي، يعني حكى بكل وضوح أنا ما بنام الليل وأنا بفكر في المواطنين الأردنيين وكيف أوفر لهم سبل اقتصادية وسبل معيشية جيدة. يعني خطابه يجب كل وسائل الإعلام إنها تركز الضوء عليه، لأنه هو تحدث من قلبه إنه أنا همي على المواطن الأردني. إذا توفر الاقتصاد توفر الهدوء. بالضبط، هذا نقطة مهمة. يعني أنا لما أكون مرتاح ماديا ونفسيا ما بيهمني الحركات وغيره وغيره، لأنه معظم هذا الشيء يعني كلهم بدوروا على مناصب ومناصب سياسية وما إلى غير ذلك. عموما نحن نرجع للسياحة وبل منها السياسة. نعم. دكتور، يمكن نحن خلينا شوي نبعد عن السياحة العلاجية، وإحنا بنعرف أنه هلا الأردن عم تحتفل مثل العالم بأسبوع التراث العالمي. نعم. راح يصادف يوم الأربعاء يوم التراث العالمي. يوم التراث العالمي إن شاء الله راح يكون احتفاليته بقصير عمرة. الآن إحنا عندنا 3 مواقع في الأردن هي ضمن مواقع التراث العالمي البشري والحضاري، اللي هي موقع قصير عمرة ومنطقة أم الرصاص ومنطقة البتراء. السنة هذه راح يكون احتفالية ب 19 نيسان يوم الأربعاء في قصير عمرة، راح تكون احتفالية ضخمة. وراح هذه الاحتفالية إن شاء الله إنه يعني نحاول نزرع داخل المواطن الأردني وداخل الجهات المسؤولة في الأردن إنه هذه المواقع التراثية يجب الحفاظ عليها والحفاظ على ديمومتها واستدامتها للأجيال القادمة. وإحنا في المناسبة هاي في جامعة الشرق الأوسط عملنا معرض الكتاب على خلفية اختيار مهدبة مدينة الثقافة لعام 2012. معرض الكتاب راح يتناول كتب تراثية في مجال السياحة والآثار والتراث والثقافة العامة بمناسبة يوم التراث العالمي. فسنلقي الضوء بصورة رئيسية ومباشرة للحفاظ على مواقعنا التراثية والأثرية حتى تبقى كنز نفتخر به كأردنيين، ونستثمر هذه المواقع لغايات السياحة وجلب العملات الصعبة وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وبنفس الوقت نستخدمها الآن ونحافظ عليها للأجيال القادمة. صحيح. من خلال تنمية سياحية مستدامة. لذلك يوم التراث العالمي في الأردن سيكون إن شاء الله يوم الأربعاء بقصير عمرة باحتفالية كبيرة جدا راح يحضرها عدد كبير جدا من المسؤولين إن شاء الله، بمن فيهم إن شاء الله رئيس الوزراء إنه يكون موجود، ونتمنى ذلك. يعني نحن بنتمنى فعلا أنه فكرة النهوض بالسياحة هي لسه ما زالت هي يمكن هم كتير من المواطنين، أنه كل واحد يا إما بيطلع على السياحة كمصدر دخل قومي مهم للأردن، أو إما هو عم بيشوفها ما زال أنه شو يعني سياحة. لا، نحن لازم نوعي بداخل كل شخص أنه السياحة هي جزء كتير مهم من اقتصاد الوطن أولا، من وجود يعني هو اللي عماله يدخلنا كتير مناطق. يمكن لو إحنا عم نحكي عن السياحة العلاجية برضو بنقدر نحكي كمان عن يمكن المبادرة اللي أخيرا قمت فيها دكتور، اللي هي سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. يعني قديش جميل أنه نحن ننتبه أو نعطي يعني إضاءة على هذا النوع من أنواع السياحة اللي هي مهم، اللي هو دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع مثلهم مثل أي شخص موجود في المجتمع. قد ايه يمكن كان مؤتمر فيه 10 دول 15 دولة. بحب تحكي لنا أكثر يعني عنه. صراحة هذا الملتقى هو مفخرة للأردن، مفخرة بكل ما تحتمل الكلمة من معنى. كان هذا الملتقى الأسبوع الماضي هو ملتقى الأيادي تتكلم، أطلقته جامعة الشرق الأوسط برعاية الدكتورة سناء شقوارة رئيسة هيئة المديرين في الجامعة. جمعنا من 15 دولة وفود كلهم من ذوي الإعاقة وبالذات فئة الصم. هذه 15 دولة أجت وفودها إلى الأردن. عملنا لهم في المتحف الوطني معرض كبير برعاية الأميرة عالية، وهذا المعرض احتوى على منتجات تراثية، منتجات تقليدية من التراث، بحيث أنه هذه المنتجات اليدوية التراثية هي من صنع ذوي الإعاقة. وهذه المنتجات كيف ممكن إدخالها إلى الحركة السياحية وإلى الاقتصاد السياحي، بحيث أنه إحنا نمكن هذه الفئة من المجتمع اللي هم ذوي الإعاقة من الاستفادة من هذه الحرف اليدوية وبيعها للسياح. هذا جانب. أما الجانب الثاني، إحنا دائما الأردن متميزين، وهذا التميز لم يأتي من فراغ، بحيث أنه إحنا أول دورة عربية الآن عندنا أدلاء سياحيين لفئة الصم.
أول دولة عربية الآن جبنا السياح هذولا من ذوي الإعاقة ووديناهم على البتراء وخلينا البتراء تحكي بلغتهم. البتراء حكت بلغة الصم. وكثير كان الوفود العربية كثير مبسوطة. وبنفس الوقت معظم القنوات الفضائية اللي موجودة في دول الخليج العربي، لأنه كان تمثيل كبير من دول الخليج العربي، أشارت بوضوح إلى دور جامعة الشرق الأوسط ودور الأردن والاستفادة اللي حصلها هذه الفئة من السياح من الاستفادة من هذه المواقع السياحية. لأنه إحنا بالأردن يعني بنحاول بكل إمكانياتنا إنه إحنا نستقطب فئة السياح ذوي الإعاقة من المستوى الدولي والعالمي. الآن عددهم لا يستهان به، يعني تصوري عندك 620 مليون سائح من هذه الفئة، وهذا النوع من السياحة يدخل في السياحة العلاجية. هو جزء من السياحة العلاجية. وإحنا بنحاول بكل إمكانياتنا أن نستقطب هذه الفئة من السياح. ودينا للمكاتب السياحية في الأردن لهيئة تنشيط السياحة إنه نحاول إنه إحنا مكتبنا السياحي في الأردن يخاطب المكتب السياحي اللي بأوروبا بألمانيا وإسبانيا وغيرها من هذه الدول، إنه يجيبوا هذول الناس هذه الفئة من السياح إلى الأردن. لأنه اللي ما بيجي الواحد لحاله، بيجي معاه 2 أو 3، بعدين إنفاقهم يلانا عالي، يعني صحيح. بينفقوا على السياحة أعلى وبنفس الوقت بيكون معهم مرافقين وطول مدة إقامتهم. وهذه الفئة من السياح بحاجة إلى السياحة العلاجية الاستشفائية، بمعنى الاستشفائية بمعنى أن المواقع السياحية التي تقوم على الينابيع المعدنية ومياه البحر الميت والعلاجات الطبيعية المختلفة. فصراحة يعني من هذا الملتقى دعونا الحكومات العربية إلى تبني هذه الفئة من السياح، تبني هذه الفئة من ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع، وبالذات فئة المرأة الصماء صحيح. أو بمعنى أصح المرأة ذات الإعاقة، إنه هذه المرأة تدخل في سوق العمل من خلال المنتجات والحرف اليدوية والتطريز والمنتجات التراثية وآلية بيعها إلى السياح. يعني وبنفس الوقت بعد ابنك يعني بالتالي صار هي عندها مصدر رزق. نعم. هي بتقدر تشتغل عليه، هي بتقدر تحس حالها أن هي جزء من المجتمع مش عالي عليه. بالضبط. وحتى إعطاء الفرصة أيضا في التعليم، إعطاء الفرصة بالتعليم. يعني بتصور إنه الجامعات في دول الخليج العربي يعني ما بتستقطب ذوي الإعاقة من فئة الصم مش زي الأردن. احنا تحدثنا في بداية هذا اللقاء انه الأردن متميز بالناحية التعليمية جدا. احنا عندنا في الأردن عندنا مثلا اعطيك مثال، عندنا في جامعة الشرق الأوسط عندنا صم ومعينين لهم المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة مترجمين ومبدعين. يعني الأول خلص على الدفعة الماضية هو من ذوي الإعاقة. فهذا الاشي متميز، ومش احنا اللي حكينا عن حالنا، دول الخليج العربي اللي حكت. يعني هي الدراسات القنوات الثقافية اللي موجودة في السعودية والإخبارية وغيرها حكت في هذا الموضوع. وبنفس الوقت يعني احنا بنحكي عن أكبر مشاركة في الوطن العربي كانت للمملكة العربية السعودية. كانت مشاركة كبيرة جدا في هذا الملتقى من المملكة العربية السعودية. كان وفود، يعني أكبر وفد كان للمملكة العربية السعودية لاتحاد المعاقين وذوي الإعاقة وجمعيات الصم وما إلى غير ذلك. وهذه المشاركة يعني صراحة أثرت فعاليات هذا الملتقى بحيث أنه خرج على مستوى دولي وعالمي. والآن إحنا بعد فترة من الزمن إن شاء الله راح نحاول نطلق المرحلة الثالثة من المبادرة. إحنا أطلقنا المرحلة الأولى والثانية، المرحلة الثالثة راح تكون في مجال التعليم للجميع. يعني هو التعليم حق للجميع والسياحة حق للجميع. ونرجع نحكي عن السياحة العلاجية، دي هي مهمة فعلا بالنسبة لنا، دي هي الصورة المشرقة نحن بحاجة فيها بالأردن، خصوصا بالوضع السياحي الراهن في الوطن العربي. دكتور، يمكن نحن قبل ختام لقائنا أنا حابة تحكي لنا أكثر أو رسالة توجهها كقارئ للوضع السياحي الأردني لهلأ للعاملين بقطاع السياحة العلاجية واللي عاملين بقطاع السياحة بالمجمل. اسمحي لي، أنا رسالتي من 3 محاور. تفضل. أول محور يعني بدي أتحدث عنه، بدي كل المستمعي إذاعة سياحة FM الأولى في الإعلام السياحي بكل ما تحتمل الكلمة من معنى إنهم يشرفونا على جامعة الشرق الأوسط لمعرض الكتاب اللي دعماه وزارة الثقافة. وبالمناسبة يعني أسعار الكتب قليلة، يعني بتحكي على 25 قرش حق الكتاب أو 35 قرش، فبالتالي هذا إثراء للمكتبة الأردنية ولمكتبة الأسرة. هذا جانب. الجانب الثاني،
أدعو كل وسائل الإعلام المتعددة والمختلفة إنها تحترم البلد وتحترم القطاع الصحي والقطاع التعليمي في الأردن، وما في داعي إن نثقل كاهلنا بكثير من الكلام اللي بيأثر علينا عند الدول اللي برا، لأنه اللي بيشوف المحطات الإذاعية أو المحطات الفضائية الأردنية كولي أمر طالب مثلا في دول الخليج العربي ويشوف العنف الطلابي الموجود في الجامعات ما بودي أولاده بصراحة. صحيح. وهذا الشيء يعني مش موجود، يعني موجود في كل جامعات العالم، لكن إحنا بنكثره شوي أكثر من اللازم. النقطة الثالثة، يجب المحافظة على الأمن والاستقرار في الأردن، لأنه هو صمام الأمان لكل الأردنيين، ولأنه هو الذي سيجلب الاستثمار إلى الأردن. فبالتالي إحنا خلال السنوات القادمة هناك توسع في الاستثمارات، وهناك استثمارات على أرض الواقع راح تكون ما بدنا إياها تروح من إيدينا. أما الجانب الآخر هو التعليم السياحي. يجب علينا أنه نتوسع في التعليم السياحي الصحي، يعني يكون عندنا جامعات طبية، يكون عندنا جامعات تقوم على السياحة، بحيث أنه هذه الجامعات وهذه تخرج الكوادر البشرية المؤهلة القادرة إلى الدخول إلى سوق العمل، والتي تلبي احتياج الأردن، ومش بس الأردن، كمان دول الخليج العربي والدول العربية الشقيقة، لأنه إحنا موردنا البشري في الأردن متميز كفاءة عالية. يعني إحنا ما بنشتغل بس صحيح. إنه موردنا البشري يكون للأردن، إحنا موردنا البشري أيضا يكون في الدول الأخرى ويكون متميز وعلى أرض صلبة. لذلك أنا أدعو أولياء الأمور، أدعو المستمعي هذه الإذاعة الجميلة إلى الانتباه إلى التعليم الصحي والتعليم السياحي، لأنه هذا هو المستقبل. حتى أن منظمة السياحة العالمية قالت بكل وضوح أن العالم سيقوده 3 صناعات: صناعة تكنولوجيا المعلومات، صناعة الاتصالات، وصناعة السياحة والطب، اللي هي صناعة السياحة العلاجية. ونتمنى التوفيق لبلدنا إن شاء الله، وأن يبقى آمنا ومستقرا. وأتمنى التوفيق للدكتور صالح الشادي على هذه الإذاعة المتميزة اللي تعتبر أكبر هدية للمواطن الأردني وللشعب الأردني وللاقتصاد الأردني، لأنها إذاعة متميزة بكل ما تحتمل الكلمة من معنى. وأنت ذات الصوت الملائكي، يعني بوجه لك كل التحية والاحترام والتقدير، لأنه أنت رائعة جدا فعلا. يعني برامجك متابعة وبرامجك هادفة وتستحق الاحترام. أشكرك دكتور إبراهيم. حوارنا لليوم انتهى، كنا عم نحكي عن السياحة العلاجية في الأردن وأزمة المستشفيات الأردنية، مدير مركز يعقوب ناصر الدين لإحياء التراث ورئيس قسم الإدارة السياحية في جامعة الشرق الأوسط دكتور إبراهيم بضاضو. أنا أشكرك. شكرا لك. نحن متواصلين في برنامج القضية. قضيتنا لليوم هي السياحة العلاجية والقطاع الصحي تحديدا، اللي عمالنا نسمع الأخبار الأخيرة للأسف عن الأزمة ما بين المستشفيات الخاصة وما بين الحكومة الليبية وتسديد الفواتير. 4738 هو تليفوننا، زين 96 098 أورنج 94 014 وأمني 94 016. رح يكون معنا هلا على الهواء مباشرة بعد الفاصل الدكتور أو الأستاذ عبد الله هنداوي، المدير التنفيذي لجمعية المستشفيات الخاصة. من جديد بنرحب فيكم في برنامج القضية. قضيتنا لليوم اللي هي الأزمة الليبية والمستشفيات الخاصة والسياحة العلاجية في الأردن. بنرحب بالمدير التنفيذي لجمعية المستشفيات الخاصة سيد عبد الله هنداوي. بنرحب فيك. شكرا. أهلا وسهلا. بداية سيد عبد الله، حابين نعرف أكثر عن جمعية المستشفيات الخاصة. جمعية المستشفيات الخاصة هي جمعية غير ربحية أنشئت سنة 1984، تمثل مصالح واهتمامات أصحاب المستشفيات الخاصة في الأردن، وتعنى بالدفاع عن مصالح حقوق الأعضاء، بالإضافة إلى موضوع السياحة العلاجية، ترويج الأردن كمقصد للسياحة العلاجية من خلال مستشفيات الأعضاء، وحتى من خلال تطوير الخدمة الطبية والتمريضية والفندقية اللي بيقدمها المستشفى. عدد أعضاء الجمعية 42 مستشفى ومركز طبي. المعظم أو في عنا جزء كبير من هاي المستشفيات عندها شهادة الاعتمادية الدولية أو شهادة الاعتمادية المحلية اللي هي HCAC.
يعني نحن هلا عم نشهد وضع يمكن مش مستقر ما بين المستشفيات الخاصة وتحديدا الجمعية، ونحكي الأزمة والحكومة الليبية مين مع مين ضد. في أخبار بتحكي رح تنحل الأزمة ورح يكون في حل قريب، وفي ناس بتحكي لك لا لسه نحن عمالنا بنشوف يعني يوم بيطلع قرار بكرة في نفي للقرار. ما بين هدول القرارات الجمعية شو بتحكي؟ بدي أعود لك تاريخيا لقبل 10 سنين اللي هو تاريخ بداية قدوم المرضى الليبيين للعلاج في الأردن. موضوع العلاقة الطبية أو السياحة العلاجية الليبية في الأردن موضوع مش جديد، موجود من 10 سنوات تقريبا، وكان كل سنة تيجينا مجموعة كبيرة من المرضى الليبيين للعلاج في المملكة، وكانت ترتيبهم على سلم الدول اللي يأتي منها مرضى العلاج في الأردن الخامس والسادس خلال فترة 10 سنوات. طبعا اللي ساعد على هذا الموضوع اللي هو سهولة الوصول للأردن من حيث وسائل الاتصالات والمواصلات، عدم حاجة المواطن الليبي لتأشيرة الدخول للأردن، طبيعة العادات والتقاليد اللي متشابهة تقريبا بين الأردن وليبيا بالضبط، بالإضافة إلى جودة الخدمة الطبية المقدمة في الأردن وكلفتها مقارنة بأسعار الدول المجاورة المنافسة زي تونس وتركيا ومصر. ببداية الأزمة أو بداية الثورة الليبية كان في مبادرة ملكية لعلاج 100 جريح ليبي. استجابة لهذه المبادرة قامت الجمعية بمبادرة أخرى لعلاج 100 جريح ليبي من خلال مستشفيات الأعضاء فيها، وبالفعل تم استقبال مجموعة من الجرحى الليبيين وصل عددهم لحوالي 103 بهذه الفترة، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية. تم تقديم كافة خدمات الرعاية الطبية، عمليات جراحية كانت أغلبها عمليات بالعظام والأعصاب وعمليات دقيقة جدا، وكانت هاي عبارة عن مبادرة من المستشفيات الخاصة استجابة المبادرة الملكية حتى نظهر مدى تعاطف الأردن ملكا وحكومة وشعبا مع الإخوان في ليبيا. بلشوا الليبيين يتقاطروا على الأردن بعد هذا التاريخ نتيجة السمعة المميزة اللي بتحظى فيها المستشفيات الأردنية والقطاع الطبي، ونتيجة معرفة معظم الليبيين بأسامي مستشفيات وحتى أطباء أردنيين. الأعداد لما بلشت تتزايد شفنا أنه راح يكون في مشكلة معينة خاصة بعدد عدد الأسرة المتوفرة في القطاع الخاص نتيجة الازدحام أو التقاطر المواطنين الليبيين للعلاج في الأردن. بطل الموضوع موضوع جرحى، صار جرحى ومرضى أيضا. في نفس الوقت وصلت لجنة من ليبيا لمتابعة أوضاع علاج وتسكين وتقديم المعونات النقدية للمواطنين الليبيين اللي بيجوا على الأردن. بنفس الفترة قامت الملكية الأردنية بتشغيل رحلات إضافية لطرابلس وبنغازي ومصراتة، وصل عددها ل 13 رحلة أسبوعيا، فكان العدد اللي بوصل عندنا حوالي 4200 ل 5000 شخص ليبي، بالإضافة إلى في خطوط طيران ثاني من مصر وتركيا كانوا يجوا حتى من لبنان. يعني 5000 نحن نحكي يعني مريض ليبي بغض النظر عن نوع المرض عم بيفوت أسبوعيا للمملكة. بالضبط. هلا أغلب هدول المرضى لا يحتاجوا إلى إقامة في المستشفى، بس المستشفى كان يقدم له خدمة الأوت بيشنت اللي هي أنه يحولوا على طبيب من خلال المستشفى أو يحولوا على مختبر لأمراض مثل الضغط مثل السكري مثل الأمراض الديسك، وبعدين يتحدد له موعد للإقامة. كتير ناس شككوا بقدرة الاستيعابية للمستشفيات على هذا الموضوع. بحب أنوه أنه عدد الأسرة في مستشفيات القطاع الخاص 4800 2400 منها بمنطقة عمان الغربية والشرقية. معدل الإقامة للمريض 1.8. جميل. فوصلنا لقناعة أنه بنقدر نستوعب هذا العدد. عملنا تحليل كجمعية بالنسبة للسنوات السابقة. معدل الإقامة بهاي الفترة طلع لنا أنه من شهر 11 لشهر 2 معدل الإقامة كان بالمستشفيات 45%. فهذا كان بعني أنه بنقدر نعمل نسبة إشغال للليبيين بنسبة 50%. طبعا تم توقيع اتفاقية بتاريخ 7/11/2011
مع الليبيين حددت الأسعار بالأسعار كل مستشفى المعتمدة في وزارة الصحة، إضافة إلى تسعيرة نقابة الأطباء الحد الأعلى لسنة 2008. وتم المباشرة باستقبال الجرحى والمرضى الليبيين بناء على تحويل من اللجنة المكلفة للمجلس الوطني الانتقالي، وصارت المستشفيات تقدم مطالباتها على هذا الأساس، اعتبارا أنه الاتفاقية بتحدد الفترة لتدقيق المطالبة ودفعها ب 45 يوم. طيب سؤال أنا بس بدي أسأل عن هذا الموضوع. هلا يتم معالجة المريض، بيجي ضمن تقرير طبي لأحدى المستشفيات في المملكة، وعلى ضوءه بتم اللي هو معرفة الأسعار مع التقرير الطبي، يوافق عليه من اللجنة أو يتم معالجته قبل موافقة اللجنة؟ هو الأشخاص اللي كانوا يجوا خاصة المرضى ما كانوا يجوا بتقارير طبية، لأنه بتعرف خلال فترة الحرب 8 أشهر ما كان في أي نوع من الخدمة الطبية موجودة في ليبيا، فكانوا يراجعوا اللجنة لمرض معين، وكانوا ياخذوا تحويل من اللجنة للمستشفى. اللجنة طبعا عندها أسعار المستشفيات المعتمدة في وزارة الصحة، وعندها تسعيرة نقابة الأطباء. اللي صار انه اللجنة ما قامت بالدور المطلوب منها في تدقيق هاي الفواتير. كان في خصميات غير مبررة ببعض الأحيان للمستلزمات الطبية اللي خاصة أو الأدوية زي أدوية السرطان، مع العلم أنه كان في موافقة من اللجنة على هاي الأسعار بالبداية، فتم توقيف أو إيقاف عملية التدقيق كاملة، ولم يتم استلام أي نوع من الدفعات من قبل المستشفيات. يعني اللجنة الليبية ما دفعت أي نوع من الدفعات للمستشفيات الأردنية، حتى وصل الرقم العلاج الليبيين لتاريخ 31/3/2012 لمبلغ حوالي 120 مليون دينار أردني. تم تسديد فقط 20 مليون دينار أردني من قبل اللجنة الليبية دفعت. مع العلم أنا كنت بتركيا، واللجنة الليبية بتدفع لأي شخص ليبي بده يتعالج في أي مستشفى تركي داون بيمنت بتشكل ضعف القيمة المتوقعة العلاج. يعني بدي أفترض مريض بده يعمل زراعة ركبة ب5,000 يورو حسب الأسعار بتركيا، بدفع 10,000 يورو للمستشفى التركي قبل دخوله، وهذا بيتم من خلال اللجنة. فإحنا عتبنا على الإخوان في ليبيا إنه إحنا قدمنا لهم كل التسهيلات، حطينا كل الإمكانات التمريضية والطبية والفندقية اللي موجودة في المستشفيات، وتحملت المستشفيات أعباء وديون، ولهلأ ما تم تحصيل إلا 5 قيمة اللي بيستحقوها بالضبط مطالبات المستشفيات الخاصة لأعضاء الجمعية. يعني أستاذ يمكن اتهموا الجمعية، أو ما نحكي، خلينا نحكي عن المستشفيات الخاصة بالأسعار الخيالية اللي انطرحت. يعني هنا قارنوا أنه في بعض الفواتير ممكن نعالجها بالنص وممكن الربع. شو بتحكي عن هذا الموضوع؟ يعني أنا يمكن شهادتي مجروحة بهذا الموضوع، بس أنا بحب ترجعوا لتصريح لوزيرة الصحة الليبية ولرئيس لجنة علاج المرضى والجرحى المكلفة من قبل المجلس الوطني الانتقالي في الأردن الدكتور علي بن شليل، اللي أكدوا بتصريحين مختلفين وإنه مجموع ما تم علاجه خارج ليبيا من مواطنين ليبيين يشكل 50% أو 50% تم علاجه في الأردن. ومطالبة الأردن تشكل 6% فقط من مجموع ما تم دفعه خارجيا بدول زي ألمانيا، زي بريطانيا، زي تركيا، زي مصر، زي تونس. فأنا بتوقع هاي التهمة مش صحيحة، بأكد أنه أنا مش صحيحة. أنا مدير جمعية، لا صاحب مستشفى ولا شريك من مستشفى، فبحكي ما يملي علي ضميري واللي بشوفه، وأنا عضو بلجنة التدقيق المكلفة من قبل مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة. لا يوجد أي مبالغة بالفواتير، حتى لو في مبالغة لم تتم عملية تدقيق الفواتير أصلا. وفي حال في مبالغة بالفواتير اخصموا المبالغ فيه حسب الاتفاقية وادفعوا للمستشفى المبلغ اللي بيستحقه المفترض. أنا بأكد لك إنه ما في أي مبالغة بالفواتير. يعني نحن لو نيجي عم نطلع هلا كل يوم عم بطلع عنا تصريح إما من جمعية الفنادق الأردنية أو جمعية المستشفيات، يعني صرنا نحس إنه السياحة العلاجية الليبية تحديدا صارت هي حمل على الكاهل الأردني. كيف نحن ممكن نتجاوز هاي المرحلة؟
كيف ممكن نتجاوزها؟ بسيط الموضوع جدا، انه دور الاعلام يحكي عن الميزة الجودة والسعر اللي بتقدمها القطاع الطبي في الأردن بكافة فئاته، سواء كعسكري، قطاع مستشفيات عسكرية أو قطاع مستشفيات جامعية أو قطاع مستشفيات خاصة، لأنه حتى المستشفيات العسكرية والجامعية لها دور بموضوع السياحة العلاجية في الأردن. احنا نظمنا كجمعية مستشفيات خاصة مؤتمر بالبحر الميت تحت عنوان مؤتمر السياحة العلاجية، كان في حضور ل 24 دولة، كان في عندنا حوالي 300 مشارك من هدول الدول، حكوا عن ميزة السياحة العلاجية الأردنية وأفضليتها، وتم تكريمنا بجوائز من قبل جمعية السياحة العلاجية مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية للدور اللي لعبته المستشفيات الخاصة بالأردن بعملية علاج المرضى والجرحى الليبيين بأعداد كبيرة وبسرعة كبيرة وبكفاءة عالية وبأسعار منافسة. حتى سمعت تصريح من شخص أمريكي، ما بدي أذكر اسم الجهة له علاقة بموضوع السياحة العلاجية، حكى أنه الولايات المتحدة الأمريكية بولاياتها 50 غير قادرة على استقبال 50,000 مواطن من خارج الولايات المتحدة الأمريكية وعلاجهم خلال فترة 3-4 أشهر. فهذا مفروض يكون دافع لنا لمزيد من التطور. الليبيين أشقاء وإخوان، وأنا بتأمل أنه المشكلة هاي تنحل قريبا. عندي ثقة بقدرة المستشفيات الخاصة على التطوير من خلال شهادات الجودة والاعتمادية اللي عم تاخدها، من خلال البرامج اللي بتطبقها مثل سلامة المريض، حقوق ورعاية المرضى، لنستقطب مرضى من دول خلينا نحكي من أسواق غير تقليدية، غير أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، شمال إفريقيا، نستقطب من جمهوريات آسيا الوسطى، دول الاتحاد السوفيتي السابق، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. فدورنا كجمعية وكمستشفيات خاصة الحمد لله عمالنا بنشتغل بالإحساس الوطني وبعقلية القطاع الخاص لتطوير منتج السياحة العلاجية في الأردن، وإن شاء الله مستمرين على هذا الموضوع. وهدفنا أنه الأردن حاليا الأول عربيا والخامس عالميا في مجال السياحة العلاجية، هدفنا أنه نتطور بين 2-3 خلال 5 سنوات القادمة. يعني نحن بنأمل فعلا أنه هو يوصل ليكون الأول عالميا، لكن هون نحن يمكن لسه ما زال في خلاف ما بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع الصحي الخاص. كل واحد فيهم بيرمي على الثاني. الأول بيحكي أنه القطاع الخاص هو عبارة عن تجارة تأمين، والقطاع الحكومي بيحكي سوق في الخدمات. كرئيس جمعية شو بتحكي لنا ما بين الاثنين؟ طبعا احنا علاقتنا وثيقة بالمؤسسات الصحية الحكومية على رأسها وزارة الصحة. موضوع السياحة العلاجية فعليا كان الفضل الأكبر فيه لجلالة المغفور له الملك حسين بن طلال. كان في دور كبير لموضوع المستشفيات العسكرية الميدانية اللي أرسلتها الأردن للخارج. بس موضوع السياحة العلاجية هو جهد قطاع خاص بيقوم فيه. احنا ما عندنا أي خلاف مع وزارة الصحة، بس بنعرف أنه وزارة الصحة مسؤولة عن صحة المواطن الأردني بالدرجة الأولى، وعن موضوع نظم التشريعات والقوانين اللي بتسهل عمل القطاع الخاص. في تنسيق كبير بيننا وبين وزارة الصحة مختلف مديرياتها، حتى بمديرية السياحة العلاجية بالوزارة. يمكن بنتأمل في مواضيع بتساعد على تطوير السياحة العلاجية اللي بالأردن، اللي هو زي قانون المسائل الطبية، أو زي ما بحب أسميه قانون الضمانة أو الحماية الطبية، لأنه هو حماية للمريض والطبيب بنفس الوقت. في لجنة عليا للسياحة العلاجية بتجتمع دوريا، تطلع بأفكار وتوصيات. فأنا بحب أكد من إذاعتكم إنه في تعاون وثيق بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية على رأس وزارة الصحة في موضوع تطوير النظم والتشريعات الخاصة بصحة المواطن بالدرجة الأولى، وبالخدمات اللي بتقدمها المستشفيات الخاصة الأردنية من خلال السياحة العلاجية. جميل. يعني في كثير من المواطنين يعني بيحكوا أنه في الفترة الأخيرة هو صح احنا كنا نحكي عن حجم الأسرة وأنه هي كان في عنا قدرة استيعابية، إلا كان عندهم
على المستشفيات الخاصة، أنه لما يروح مواطن أردني لا قدر الله تعب مباشرة بينطلب منه إما تأمين أو إما يكون تغطية للعملية اللي هو بده يسويها، لأنه عم بيحكوا إشمعنا الليبيين تم ولسه لهلا ما اندفع لهم. يعني المواطن الأردني له كل التحية والاحترام، وأنا مواطن أردني وبروح على المستشفى، فما راح أجامل بهذا الموضوع. موضوع المواطن لما يروح معه تأمين صحي، بطلب من المستشفى أنه يدفع دفعة؟ ما بطلب منه، لأنه معه تأمين صحي. فإحنا الاتفاقية الموقعة مع الجانب الليبي أو مع الحكومة الليبية، وهي كانت أول اتفاقية على العموم توقيعها بين قطاع خاص أردني وبين الحكومة الليبية، هي عبارة عن بوليصة التأمين اللي بيجي فيها المريض الليبي أو كتاب التحويل له. أي واحد ما معه كتاب تغطية كان ليبيين كان مطلوب يطلب منه أنه يدفع داون بيمنت. بدي أرجع كمان لنقطة أنا بحب أكد على عروبة الأردن وموضوع أنه إحنا المواطنين العرب من زمان، مش من الأيام هاي، يعتبروا كأشقاء بالنسبة لنا، يعتبروا كمواطنين. وكان في تجارب بالسابق مع الإخوان العراقيين لما صارت حرب العراق. فبحب أكد أنه القطاع الخاص بالنهاية معمول عشان يربح. القطاع الخاص الأردني الطبي مش جشع، لأنه أنا بعرف أسعار المستشفيات بدول قريبة لنا زي مصر وتركيا 3-4 أضعاف الأسعار اللي بتقدمها المستشفيات الأردنية. لا يوجد حالة في الأردن أنه مريض إجا بحالة طارئة على مستشفى قطاع خاص طلب منه تأمين أو دفع داون بيمنت، بيتم تقديم الإسعافات الأولية له، بعدين بتطلعوا المستشفيات على الموضوع المادي. فموضوع استقبال الليبيين من غير أي تغطية لا، كان موضوع بوليصة التأمين تبعتهم الاتفاقية الموقعة مع الجانب الليبي وكتب التغطية والتحويل اللي كانت بحوزتهم. جميل. يعني لو نحن بدنا نيجي نحكي عن في بعض المستشفيات، يمكن أكيد ضمن إطار جمعيتكم في يعني أهداف أو في طلب نحكي عضوية، بيكون هو فيه مميزات كيف بتكون يعني مستشفى ألف أو باء أو حسب تدرجات أفضلية المستشفيات. يعني للأسف إحنا عمالنا نشوف بعض المستشفيات الخاصة أنه يعني مستوصف صحي لا تليق، يعني أو يعني ممكن عمالنا نشوف أنه هي بطلت نحكي عنها كلمة مستشفى أو مكان نظيف، مكان ممكن أنه إحنا نحكي أنه يعني ننافس في هاي المستشفى. شو الضمانات أو شو الشروط اللي بيخلي يعني أنه يفوتوا ضمن جمعية مستشفيات خاصة نحكي عن منافس فيهم؟ هلا كجمعية مستشفيات خاصة احنا ما لنا علاقة بموضوع ترخيص المستشفيات أو حتى الرقابة على المستشفيات. احنا مجرد لنا مندوب عضو مجلس إدارة عندنا بالجمعية، عضو في لجنة مراقبة مستشفيات القطاع الخاص أو لجنة ترخيص المهن والمؤسسات الصحية. هاي اللجنة أو المديرية موجودة بوزارة الصحة، هي تعنى بمنح رخصة للمستشفيات لمزاولة المهنة، تعنى بالتحقق من أي شكوى ترد على المستشفيات القطاع الخاص، وإلها الحق إما بإغلاقها أو إما بتنبيهها لتصويب أوضاعها. فهذا مش دورنا كقطاع خاص. بس أنا بأكد على أنه التشريعات اللي موجودة والأنظمة في وزارة الصحة تعتبر على مستوى عالي كحامي أو ضامن لموضوع الخدمة اللي بتقدمها مستشفيات القطاع الخاص. فإذا في أي شكوى معينة عند أي مواطن أو أي عند جهة ممكن يتوجه لوزارة الصحة، بتتحقق بالشكوى وهي بتقوم بتصويب الوضع حسب ما بتشوفه مناسب. الموضوع أنه في مستشفيات الخدمات تبعتها مش على مستوى عالي، يعني أنا هذا الموضوع أنا بحكي عن أعضائنا اللي هم 42 عضو، نطلع دوريا عليهم ننصحهم إيش يساووا، كيف يطوروا مهامهم بأعمالهم، نعمل زيارة لأقسام المستشفيات، وفي عندنا لجنة جودة موجودة جميل. بالجمعية، وهاي بتقوم كمان برضو بعقد دورات وندوات وورشات عمل. فما بنشوف أي في مشكلة عندنا بالقطاع الخاص. طبعا الواحد مش كل أصابع إيده واحدة، وأي مشكلة بنحب نعرف عنها إحنا
بنوجه وبنحولها حتى لوزارة الصحة حتى نحافظ على السمعة المتميزة لقطاعنا الخاص في المجال الطبي. جميل. يعني لو رحنا رجعنا مرة تانية للمؤتمر اللي كان مؤخرا في البحر الميت، نحكي عن خلاصة المؤتمر. يعني لوين نحن كان في دول وكان مؤتمر هو بحضوره وحضور حتى المستشفيات يعني اللي كانوا موجودين فيه كان هو فعلا مشرف لقطاع صحي خاص. بس النهاية وين وصلنا وخلاصة هذا المؤتمر شو بنقدر نبني عليه لبكرة؟ زي ما بتعرفي بموضوع السياحة العلاجية مش كل الدول بتعرف على الأردن، فكان الهدف الرئيسي للأردن اللي هو تسليط الضوء عليه كمركز جاذب ورئيسي للسياحة العلاجية وحتى لاستقطاب الاستثمارات في المجال الطبي، لأنه حكينا ببداية اللقاء على 4200 سرير أو 4800. هذا العدد كمان مش كافي حتى نستقطب مرضى أكثر، لأنه فعليا إحنا اللي بيجوا عنا كإن بيشنس بنزلوا بالمستشفيات 35,000، بس إذا نزدنا كمان 2000 سرير ممكن نوصلهم ل50,000. هذا الموضوع بده كمان مش بس تسويق منتج السياحة العلاجية، استقطاب الاستثمارات ببناء المستشفيات والمراكز الطبية. الحمد لله قدرنا انه يكون في عنا وفود، حتى كان عنا من اقصى الغرب من كوستاريكا اجوا والارجنتين، واجوا وتفاجئوا بالمستوى المتقدم للسياحة العلاجية وبجودة الخدمات الطبية. المؤتمر سلط الضوء على 5 مواضيع أساسية. الأردن كمركز جاذب للاستثمارات وللسياحة العلاجية. السياحة العلاجية عالميا كان الموضوع الثاني. كان في عندنا موضوع التأمين الطبي والقوانين المساءلة الطبية ودورها في تطوير السياحة العلاجية. كان عندنا موضوع رابع له علاقة ب الإي هيلث ودورها في تطوير السياحة العلاجية. وكان في عندنا موضوع الاعتمادية والجودة ودورها في تطوير السياحة العلاجية. هذول كانوا المحاور ال5 الرئيسية. كان في محاضرين أجانب وكان في محاضرين أردنيين، والحمد لله دائما المحاضرين الأردنيين كانوا متميزين بهذا المجال. يمكن خلاصة المؤتمر تم توقيع عقود واتفاقيات بين بعض المستشفيات الخاصة الأعضاء عنا وبين مشتري الخدمة الطبية، نسميهم ميديكال تور اوبريتورز، الفاسيليتيترز أو الانشورنس كومبانيز اللي كانوا برا. نتائجها بتبلش تبين قريبا. يمكن أهم موضوعين أنا بقدر أحكي عنهم لأنه هدول نشتغل عليهم كجمعية مستشفيات خاصة. باشرنا بالتحضير لتوقيع اتفاقية مع جمعية التأمينات الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي، حتى الإكسباتس أو المقيمين الأردنيين والفلسطينيين في دول مجلس التعاون الخليجي اللي بيحملوا بوليس التأمين من شركة تأمين بهذيك الدول يأتوا للعلاج في الأردن بدل ما يتم تحويلهم لألمانيا والنمسا وحتى دول شرق آسيا. الموضوع الثاني اللي هو حاليا احنا بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى المؤسسات النيجيرية للمباشرة باستقطاب مرضى من نيجيريا للعلاج في الأردن، لأنه هذا واحد من أهم الأسواق اللي مركزين عليها كجمعية، لأنه في حوالي 300,000 مريض نيجيري كل سنة بيطلعوا بتعالجوا خارج نيجيريا، وعندنا فرصة أنه نستقطب جزء منهم، خصوصا أنه عدد كبير منهم بيروح على الهند. فهم بيدوروا على جودة الخدمة الطبية، على تنافسية الخدمة الطبية من حيث الكلفة، وعلى سهولة الوصول للأردن. يمكن موضوع الفيزا شوي هو هذا أهم المعيقات، بس إن شاء الله رح يكون في اتصالات مع الجهات المسؤولة في الأردن عن إصدار التأشيرات لتسهيل حصول المرضى النيجيريين على تأشيرة الدخول الأردن. يمكن نحن بلشنا موضوع شوي كان هذا، بس هلا في نهايته هو نهاية خير. يعني نحن قد ايه جميل الواحد يشوف تطلعات مستقبلية ممكن أنها تفيد السياحة بالأردن بشتى أشكالها، لأنه السياحة العلاجية من أهم أنواع السياحة اللي هي موجودة في الأردن. وإحنا بنعرف قد ايه الفترة يمكن الأخيرة كانت ال4 أشهر الأخيرة هي يمكن صح أخواننا الليبيين لما يجوا على الأردن صارت في عنا مشاكل مادية لأنهم حركوا السياحة بنفس الوقت في ظل الأوضاع اللي موجودة. أنا بطلب منك في نهاية حوارنا لليوم بدي كلمة للقطاع الصحي يعني والسياحي بنفس الوقت. نحن كيف ممكن نتقدم في خطوات لقدام في حتى تكون فعلا الأردن اللي هي الأولى في السياحة العلاجية؟
يعني موضوع بدي أحكي بموضوع السياحة العلاجية، لأنه أنا بعتبره مش كمدير لجمعية المستشفيات الخاصة، كمواطن أردني من أهم قطاعات السياحة. أو لأنه السائح اللي بيجي مثلا للتنزه أو لزيارة المناطق الأثرية إشي كتير ممتاز، بس معدل إقامته بين 3 ل 5 أيام. السائح اللي بيجي للمناطق الدينية برضو إشي كتير مهم وبيعكس صورة ممتازة عن الأردن، معدل إقامته 3 ل 5 أيام. السياحة العلاجية بنحكي في بعض الأمراض معدل إقامة 30 يوم، ف30 يوم هو بشغل الفندق وبشغل التاكسي وبشغل المطعم، وآخر إشي خليه يشغل المستشفى. فهذا كله مهم لاقتصاد بلدنا، لأنه فعليا الأردن دولة يقوم اقتصادها على قطاع الخدمات، وهذا القطاع اللي احنا بنقدر ننافس فيه، إن كان كسياحة أو كخدمات طبية أو كخدمات تأمينية أو حتى كمنتج الآي تي. فبحب كتير إنه الإعلام يبرز دور الأردن، لأنه إشي مهم كتير. عم نشوف الإعلام الأجنبي، الإعلام العربي عم بيبرز دور الأردن بشكل ممتاز كبير. الإعلام الأردني عماله بيهاجم من غير ما يتحقق من المعلومة 100%، أو باخذ وجهة نظر أشخاص عمالهم دولهم تعتبر منافسة لنا في السياحة العلاجية. فما تاخذ وجهة نظر المنافس، خذ وجهة نظر الأردني. إذا في خطأ بنحب نعرف عنه عشان نصوبه، لأنه موضوع تصحيح الخطأ هو بداية إنه نحط الأمور، حل المشكلة، وضع الأمور على المسار الصحيح. بنتمنى لإذاعة سياحة كل التوفيق ومزيد من الدعم لقطاع السياحة في الأردن، سواء كسياحة عادية أو سياحة علاجية أو حتى كسياحة دينية. سيد عبد الله هنداوي، أنا بشكرك على اللقاء. يعني كنا حابين يكون لقاء أكثر موسع، بس إحنا بنعرف مشاغلكم بالجمعية وبالذات بهذا الوقت، وإن شاء الله بتنحل، بتبطل هي الأزمة الليبية، بنصير نحكي عن إنجاز أردني جديد للقطاع الصحي الخاص. شكرا كثير لك. برنامج القضية لهون انتهى على الموعد. الساعة هلا صارت 5:30. نحن بنحب نودعكم. بداية أنا بحب أشكر دكتور إبراهيم بضاضو اللي كان معنا وقرأ الواقع السياحة العلاجية في الأردن، وبشكر مدير التنفيذي لجمعية المستشفيات الخاصة السيد عبد الله هنداوي لمشاركتهم لي اليوم في قضية الخاصة بالسياحة العلاجية والأزمات المستشفيات الخاصة مع الحكومة الليبية. أنا بشكركم للمتابعة، وبدعوكم للي ما تابع الحلقة من بدايتها للعودة للإعادة يوم الجمعة الساعة 3:30 من اليوم لحتى يوم الاثنين المقبل بقضية جديدة تهم المجتمع. أنا بتمنى اللي بيحب يشاركنا في قضية نحكي عنها في برنامجنا يبعث لنا على صفحة البرنامج القضية الموجودة على الفيسبوك، أو يبعث لنا إيميل على القضية @siahafm.com، ونحن إن شاء الله بنتابع كل القضايا اللي انتم حابين نطرحها في برنامجنا. تليفوننا هو مثل العادة 473820 زين 96098 أورنج 94014 وأمنية 94016. أنا قبل ما أودعكم بشكر حمزة كيلاني اللي كان معنا من الهندسة الصوتية، وإلى الملتقى بإذن الله. لانا السيد. القضية. إعداد وتقديم لانا السيد.